أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة والمدرسين، أعزائي سينو كده. المهم حلاوة، استنى شوية. المهم أعزائي المشاهدين، دي بداية حلقاتنا النهاردة في برنامج الظاهر. ناس كتير بتتكلم عن الظاهر، يقول لك الظاهر الأهل هيتغلب وما بيتغلبش. المهم خلينا في حواراتنا، عايزين نخش في المفيد. سمعنا حادثة سريعة جدا، سريعة، بيقول لك إن المقطم اتهد بفعل فاحش. المهم ننزل الشارع نشوف الحوار بسببه إيه. وقف دي وقف لهم نبنا الأعزاء المصريين الفراعنة. قول لنا ايه تعليقك على حادثة والله انا كنت بلعب مع اصحابي التنانين الصغيرين. بص ادينا ام الكاميرا. هديك باللي بقى خلاص يا حلوان. كنا بنلعب مع اصحابي التنانين الصغيرين عند المطلب كده، بنلعب عسكر وحرامية. حق الراجل بيتسلى. فبنلعب بالانتباه. حلو الكلام. الطوب خلينا اسمه حوالي الغلي بقى. لا ما يصحش. استنى يا جماعه. والشاب المصري مكافح وقاعدين هم الطياره كده عملوا لك ايه الطياره. الشعب المصري مكافح صراحه مش مشكله. والشعب المصري مكافح يا جماعه وعمره ما يتهزم. خش يا معلم. طبعا قلت بقى تصرف. انا تصرف جبت صوره من حته المقطم، بس كنت مراقب التنين كده معدي، فما اجيبها من على الطرف كده جبتها من النص وانا بعمل نبدا كده وفاتح بفاطي بقى. استنى كده معانا نوضح للساده المشاهدين يعني ايه بفاط. البفاط ده بوارات بتاعتي انا العب تطلع بوار بقى. يا سلام يا سلام. شفت الشباب المصري بقى فيه بفاط زي السي جي والحاجات دي، يعني ميزات وحاجات. والبلوتوث كمان دي جبت الطوبه وبعمل كده اروح اضرب بقى بالنبله، لقيت لك الجبل. اثبت نوع النبله ايه حضرتك؟ جبنا كوس كده موف. ماشي كيف جبت النبله وبضرب، لقيت الجبل بقى بيقع حواليا. بصيت بقى الناس عماله تصرخ بقى، وناس بتجري وناس بتموت بقى وناس بتترمى بقى. كفايه بقى زهقت كفايه. ونرجع اعزائي المشاهدين يلا نرجع. البس طيب. اعزائي المشاهدين، رجعنا بعدين ما شفنا البرنامج اللي بره اللي حصل ده. المهم عايزين نشوف واحد تاني من اعزائنا المشاهدين. يلا واحد. ومعانا شاب جديد كول اشتطحني باسمه، يعني شاب من بتوع النوادي الفافي جدا جدا جدا. كان سبحان الله مع حته جثه جامده، كان كنت هموت عليها صراحه، هي جامده جامده جامده. المهم ونساله ايه سبب حادثه المقطم. ما تتكلمش خلاص. ايه الراجل زهق. المهم احكي لنا كنت بتعمل ايه مع البنايه يا عم. يتيم امي. وبعدين لا مش عايزك تحب، انا عايزك تقول. كنا بنشرب. بتشرب ايه؟ كنا بنشرب كنز. ما علاقة الكنز بحادثة المقطم؟ يعني ايه كنز؟ ايه بقول لك؟ البت بقى بتاعتي طلعت مقرفة. يتيم ام القرف طلعت وحشة. فت في الازازة. يا حادثة شنيعة يا نهار اسود. في الازازة شرب حليان. تفت لها في الازازة. يا دين ام القرف. هنرجع. ما تقول له حاجة يا عم المخرج. وبعدين بس انا ما يقستش. عندك حق. تفت لي برضه في الازازة تاني. انا هرجع صوت المخرج. احب اقول لك ان انا ما قرفتش وتفت لها في الازازة. لخص يا ابني، لخص يا حبيبي، لخص. لا يلا يلا يا حبيبي، مش عايزين حد يتفرج. يلا عارف اسم ازاي. كمل اتفضل. هيبوظوا الكاميرا كده يا جدعان. يلا يا حلاوه من نجلوه. المهم ما تدفع المشوار القرف. رميت الازازة على القطم اتقطم لوحده. عنده قشطه. ويا جماعه لقينا شهاده ثانيه وقحه جدا جدا في ناس جايه.